بزاف منكم غادي يتفقوا معايا بلي الافلام الكوريه كيبقاو من بين اوعر الافلام اللي كاينين حاليا، حيت القصه ديالهم كتكون محبوكه بواحد الطريقه اللي واعره، وحتى الاحداث ديالهم كيفوقوا التوقعات بعض المرات. ومع انا مدمنه على الافلام بزاف، كنحاول ما امكن انني نتفادى نتفرج في الافلام الكوريه، حيت عارفه راسي غير غنبدا شي سيري ولا شي فيلم غنولي مدمنه عليهم. وهذا الشيء اللي ما بغيناش. وغادي تسألوا علاش بديت لكم الفيديو ديال اليوم بهذه المقدمة، حيتاش اليوم عندي لكم قضية كورية. وكيف ما القضايا ديال الكوريين كيف ما الافلام ديالهم كيكونوا عندهم واحد الاحداث اللي عامرين بالغموض، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوا معايا في القضيه ديال اليوم. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. بالنسبه للناس اللي كيشوفوني اول مره، انا سميتي فاطمه الزهراء، ومرحبا بكم في قناه زوغا بلانيت اللي كنحط فيها قضايا بوليسيه وقصص حقيقيه. فنتمنى ان شاء الله انكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا باي حاجه كنحطها في القناه. وبالنسبه للناس اللي عندي ديجا في القناه، كنبغي نقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم والسبورت ديالكم. وقبل ما ندوزو القضيه ديال اليوم، بغيت نقول للناس اللي كيديرونجيهم فاش كنشد الميكرو بحال هكا، سمحوا لي بزاف، ولكن راه ما عنديش شي حل اخر، لانه فاش كنكون دايره الميكرو هنايا ما كيتسمعش الصوت، ولا كيولي الصوت شويه مخرشش. لاحظت في الفيديوهات اللي فايت ليا سجلت بان الصوت شويه كيوصل ماشي هو هذاك، داكشي علاش غادي تصبروا معايا حتى ان شاء الله نديرو شي ميكرو زويوان اللي كيوصل الهضره مزيان، ما نضطروش نشدوه بحال هكا. المهم هذا ما كان، ودابا بلا ما نزيد نطول عليكم يلا ندوزو للقضيه ديال اليوم. القضيه ديال اليوم غتدينا لمدينه دايجون اللي كاينه في كوريا الجنوبيه. المهم الا جاوكم الاسماء ماشي هما هذوك غير سمحوا لي. وفي هاد المدينه بالضبط غادي نمشيو لواحد المدرسه ابتدائيه مع 4 ديال العشيه. كلشي كيخرج من المدرسه، وكلشي كيلقى العائله ديالو كتسناهم حدا باب المدرسه. كاين اللي جات ماماه تديه، كاين اللي جا خوه يديه، المهم كل واحد كيتسناه فرد من افراد العائله ديالو حدا المدرسه. ومن بين هاد الناس اللي كانوا كيتسناو الوليدات ديالهم يخرجوا من المدرسه، كاينه واحد السيده اللي كبيره في العمر واقفه كتسنى بنتها اللي سميتها كيم هانويل، واللي كان في عمرها 7 سنين. وكانت ديك الساعه عندها حصه ديال بحال قلتي التربيه التشكيليه، عندهم داكشي ديال الرسم. كيف العاده كيما غادي تسالي الحصه ديالها ديال التربيه التشكيليه، غادي تجمع الرسومات ديالها وهي فرحانه، لانها فين ما كترسم شي حاجه كتجمع دوك الرسومات ديالها، وكتكون متشوقه انها توريهم لماماها وباباها ولجداتها. ولكن هذا النهار هذا غتوقع شي حاجه غريبه. غادي تخرج من القسم ديالها، غتتم غاديه قاصده الباب ديال المدرسه باش تخرج، ولكن غتبقى تسمع واحد الصوت اللي غيعيط عليها: كيم كيم كيم. غادي توقف وغادي تلفت وراها. ملي غادي تدور كيم غتلقى المعلمه ديالها واقفه تقول لها: اجي راه عندي لك واحد الكتاب زوين وبغيت نعطيه لك، ما تخرجيش دابا، اجي معايا غنمشيو انا وياك للمخزن، يعني واحد البلاصه اللي كيحطوا فيها كاع دوك الخردوات ديال المدرسه، كاع داكشي اللي ما محتاجينوش كيلوحوا في ديك البلاصه. فعلا كيم غادي تمشي معاها، لانها راه هذيك الاستاذه ديالها وعارفاها مزيان كتقرا عندها، يعني ما غاديش تخاف منها. غتدخل كيم هي الاولى، عاد غتدخل المعلمه ديالها من وراها وغتسد وراها الباب. وفي الجهه الاخرى كاينه الجده ديال كيم حدا الباب كتسنى في كيم انها تخرج. كتقلب المكانه ديالها، كتشوف الدراري الصغار كاملين خرجوا من غير الحفيده ديالها، كتشوف ياك ما كاينه مع دوك الدراري اللي واقفين حدا المدرسه كيلعبوا، ولكن ما بانش ليها الاثر نهائيا. لحسن الحظ، واخا هاد الحاجه جاتني شويه غريبه، ولكن كيم راه عندها تليفون، واخا هي باقي صغيره. وهاد التليفون علاش داروا فيه واحد التطبيق باش فين ما مشات يتتبعوها العائله ديالها. الجده غادي تاخذ التليفون ديالها وغتتبع الاثر ديال كيم، وغتلاحظ باللي كيم راه باقي كاينه للداخل ديال المدرسه. وحاولت تصوني عليها بزاف ديال المرات ولكن ما كتجاوبش. تصوروا معايا، بقات الجده واقفه حدا المدرسه وكتقلب وكتشوف على اليمين وعلى الشمال من الربعه حتى ل25 دقائق. هنا قالت مع راسها: لا لا، هذا الشيء ماشي طبيعي. وهنا فين قررت انها تدخل المدرسه وتقلب عليها براسها، خصوصا انها متاكده مليار في المية بان كيم باقي كاينه لداخل ديال المدرسه. فعلا غتدخل الجده غتبقى تعيط: كيم 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 في كاع البلايص تما في المدرسه،
والمدرسة كانت كتصفّر، التلاميذ كلهم مشاو بحالهم والمعلمين شي مشى، شي باقي في البيرو ديالو، شي كاين في الإدارة، المهم بقاو غير شي أشخاص قلالين في هاديك المدرسة. وملي كانت غادية الجادة في هادوك الكولوارات ديال المدرسة كتعيط على كام، غتبان ليها واحد المعلمة كاينة لداخل ديال القسم، وكانت حتى هي ديك الساعة كتجمع شي حاجة فوق البيرو ديالها، يعني كتوجد راسها باش تمشي فحالها. غتمشي الجادة غتقصدها نيشان وغتمشي عندها تقول ليها: عافاك واش ما شفتيش كام؟ يعني ملي عطات هاد المعلومات السمية والكنية ديالها، وتقول لها المعلمة: كام؟ شكون كام؟ ما شفتهاش. قالت ليها: سيري قلبي على برا، ممكن تكون كتلعب مع الدراري ولا ممكن تكون غير في شي بلاصة، انا ما شفتهاش. غتقول ليها الجدة: لا لا لا، كام كاينة في المدرسة وانا متأكدة انها كاينة في المدرسة، حيتاش تبعت الاثر ديالها عبر التليفون وقال لي بلي راها كاينه هنايا. المعلمه غير غتسمع هاد الهضره غتوتر وغتقول لها: لا 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 انا ما شفتهاش، صافي، وغتسد عليها الباب. ومن خلال ديك الطريقه باش عملت المعلمه الجاده، حسات بها بحال شويه مزنزنه في دماغها وماشي ستابل، وقالت مع راسها: هادي مالها كتصرف بحال هكا؟ ولكن هي ما تسوقاتش ليها ومشات بقات كتقلب قسم بقسم وكتعيط على كام كام في كاع البلايص بلا حتى شي فائده. هنا فين غتقرر باش انها تصل الشرطه. فعلا غادي توصل الشرطه للمدرسه، غيبقاو يقلبوا 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 حتى تقريبا غادي يوصل ل 55 دقيقه. هنا فين غادي يدخلوا لهذيك البلاصه اللي قلت لكم في الاول، هذاك المخزن اللي كيحطوا فيه دوك الخردوات ديالهم، تما فين غادي يشوفوا واحد الحاجه اللي كتشيب الراس. غادي يلقاو كام والمعلمة ديالها غارقين في الدمايات، ومسكينة كام كانوا فيها ضرب في وجهها، في الرقبة ديالها أو العنق ديالها، وكانوا عليها بزاف ديال الطعنات وحدين اخرين. اما المعلمه لقاو انها عندها ضربات في المعصم ديالها وفي العنق ديالها. كيم غادي يقلبوها غيلقاوها ماتت، ولكن المعلمه غيلقاوها باقي كتنفس. غادي يهزوها ويجريو بها للسبيطار، غادي يديوهم بجوج للسبيطار، ولكن لسوء الحظ كيم غتكون ديجا توفات قبل ما توصل للسبيطار. اما بالنسبه للمعلمه غتبقى باقي عايشه، ولكن غتكون عليها حراسه مشدده حيتاش هي المشتبه به الرئيسي في هذه القضيه. حيتاش غتقول لهم الجده باللي راه نفس المعلمه اللي سولتها على كام هي نفسها اللي لقاوها معاها في هذاك المخزن، وغتقول لهم باللي فاش كنت كنسولها عليها راه كانت متوتره وكانت خايفه وهي كتجاوبني. ولحسن الحظ ان المعلمه غتولي لاباس في النهار التالي، يعني نهار 11 فبراير من وراء ما وقعت الجريمه، غتكون بخير وغيمشيو عندها المحققين باش يستجوبوها، غيقولوا لها دابا غتقولي لنا شنو عندك واش انت اللي درتي هذه الجريمه. فعلا هي غتجاوبهم بكل بروده، يعني ما غاديش تهرب ولا غادي تبدا تلفق ليهم في الاكاذيب، ولكن غتقول لهم: انا اللي مسؤوله على القتل ديال كام. ولكن علاش دارت هاد الشيء وشنو السبب اللي خلاها تقتل واحد البنيته صغيره اللي ما دارت ليها حتى شي حاجه؟ واش هاد الشيء كان مقصود ولا ما كانتش قاصداه؟ واش شي واحد هو اللي قتل كام وبغى يقتل المعلمه؟ يعني بزاف ديال الحوايج ما عارفينهمش. ولكن قبل ما نجاوبوا على هاد الاسئله كاملين، اجيو معايا بعدا نعرفوا شكون هي هاد المعلمه هادي. هاد المعلمه هادي في 2018 كانت جاتها واحد الحاله ديال الاكتئاب اللي كانت كتحس فيها بانها ما قدراتش مازال تزيد او لا تكمل في المجال ديال الدراسه. داكشي علاش غادي تمشي غتاخذ واحد الاجازه، وغادي يقولوا ليها غيتساعدوا معاها، غيعطيوها تقريبا 6 شهور ديال الاجازه. غادي يقولوا ليها سيري ارتاحي عالجي راسك حتى تحسي انك قادره ترجعي تقري، مرحبا بك. وهذا الشيء اللي غادي يوقع، غتاخذ الاجازه ديالها وغتمشي فحالها. ولكن الصدمه انه غدوز غير شهر وغادي ترجع تقول لهم: هاني رجعت راني كنحس براسي وليت بخير. هما غادي يتصدموا بزاف، غيقولوا: كيفاش؟ واش هذه قدرات تعالج راسها غير في شهر؟ ولكن ما عندهم ما يديروا ليها، بما انها حست براسها راه بخير ورجعت باش تقري فرجعت. وانا الصراحه بالنسبه ليا ملي جات وهما عارفين بلي راه فيها الاكتئاب، والاكتئاب راه واحد المرض اللي الله يحسن العون راه صعيب ان الانسان يتشافى منه في مده شهر، راه خصو مراجعه مع اخصائي وخصو العلاج السلوكي المعرفي وخصو الدواء وخصو بزاف ديال الحوايج باش غير نخفوا من الاثار ديالو. راه يقدر ياخذ من 6 شهور حتى العام حتى العامين، يعني كل واحد على حسب الحاله ديالو كيفاش دايره.
فهما ملي كانوا عارفينها بلي فيها الاكتئاب، كان من الأحسن أنهم يزيدوا ينصحوها ويقولوا ليها سيري حتى تبراي وتحسي براسك هي هاديك، وجيبي لنا مثلًا شي تقرير من عند الطبيب أنِّك وليتِ بخير، يعني ما يخاطروش بالحياة ديال الدراري الصغار. ولكن لسوء الحظ هاد الشي ما وقعش، وهاد الشي اللي خلاها أنها ترتكب ديك الجريمة الخايبة، وكان من الممكن أنها تزيد ترتكب جرائم أخرين كون ما تشداتش. فاش غادي ترجع للخدمة ديالها غترجع كفس من الأول، وهاد الشي غيأكدوه الزملاء ديالها في الخدمة فاش غادي يستجوبوهم، غادي يقولوا ليهم فاش رجعات راه كانت كفس من الأول، والسيدة باينة فيها كتعيش واحد الحالة صعيبة بزاف ديال الاكتئاب. وقالوا ليهم بلي كانت ديما معصبة، والمزاج ديالها كان ديما متقلب، وغير يهضر معاها شي واحد يعني بحال كتكون عدوانية معاه، لدرجة واحد النهار راه وقفات عليها واحد يعني الزميلة ديالها في العمل، غير سولاتها قالت ليها دراكي غادية مع العلاج ديالك في الاكتئاب؟ هي جاتها بحال يعني سباتها ولا قالت ليها شي حاجة خايبة، وهي تشدها وشطبات بها ديك المدرسة كلها، لدرجة راه شوية ما هرست ليها دراعها. تصوروا معايا راه 5 أيام قبل ما توقع الجريمة، كانت واحد النهار جالسة في البيرو ديالها ما بها ما عليها، شوية هي تنوض وبدات كتهرس، وهرست كلشي في القسم، وفاش جاو سولوها قالوا ليها مالك ياك لاباس؟ قالت لهم لا راه غير واحد النوبة ديال الغضب وصافي. دابا بغيت غير نفهم واحد الحاجة، الناس كيشوفوا واحد السيدة اللي كدير شي تصرفات خايبين وشحال من مرة ضربات شي واحد، ما عرفت شنو كانوا كيتسناو منها أنها ديرو، وفعلًا داك الشي راه اللي كانوا كيتسناو راه وقع لسوء الحظ. تصوروا معايا عاوتاني، يعني اليوم هرّست ودقدقات، الغد ليه عاوتاني دارت مشكل لواحد المُعلِّمة مع واحد المُعلِّم واحد آخر، لدرجة راه ناضت بونية وغيصدقوا حتى هُما مضاربين. الحاجة اللي غتخلّيهم الحمد لله أنهم يتحركوا خلاص ويدويو مع هاد الأستاذة ويديروا معاها شي حل، هو واحد المرّة فاش حاولت أنها تخنق واحد المُعلِّم، تصوروا معايا راه كانت كتخنقو لدرجة أنها غادي تقتلو كون ما فكوهمش. هنا فين غادي يتجمعوا يعني الأعضاء ديال الإدارة والمعلمين يتفقوا باش يهضروا مع هاد المعلمة هادي ويقولوا ليها وفلانة راه خصك تاخدي واحد الإجازة تمشي تعالجي واسترخي مع راسك حتى تحسي أنك وليتي أحسن، عاد ديك الساعة يمكن ليك ترجعي. وقالوا ليها يا إما غديري هاد الشي اللي قلنا ليك، يا إما غادي نفصلوك من هاد الدومين ديال يعني التدريس بخطرة نهائية. هي غير قالوا ليها هاد الهضرة غتعصب وغتقلق بزاف وما غيعجبهاش الحال نهائيًا، وفي هاد الوقيتة اللي قالوا ليها هاد الهضرة غادي تخرج وغتكون ديك الوقيتة الوقيتة ديال الاستراحة ديال المعلمين، اللي عنده شي حاجة ياكلها كياكلها، اللي بغا غير يستريح كيستريح، اللي بغا يشرب قهيوة كيشربها. هي ما دارتش هاد الشي، وإنما خرجات من المدرسة ومشات غادي تقصد واحد المحل. وفي نظركم شنو غتكون دارت في هاد المحل؟ غتمشي باش تشري موس، ودارتو في الصاك ديالها وخرجت ورجعت للمدرسة كأن شيئًا لم يكن، وغتكمل النهار ديالها عادي. وفي نظركم شنو غدير بهاد الموس؟ هاد الموس خداتو لأنها قررت باش تنتحر. ولكن الغريب في الأمر أن هاد المعلمة هادي نهار قررت دير هاد الفعل، قررت أنها ضروري خصها تدي معاها وحدة من الطالبات ديالها، غادي تكمل النهار ديالها طبيعي، غادي توصل ل16:00 ديال العشية، غادي يخرجوا الدراري من المدرسة وغتبقى كيم. هي في الحقيقة ما كانتش يعني مختارة كيم حيت بغات تختارها، ولكن هي غير مسكينة جات فيها وصافي، يعني أي واحد كان ممكن يكون في بلاصتها، ولكن كان مكتوب عليها أنها تكون الضحية ديال هاد المعلمة هادي. هنا فين غادي يبداو دوك الأحداث الأولين اللي قلت لكم في البداية ديال الفيديو. فملي غادي تدخل هي وكيم وغادي يسدوا عليهم الباب، غادي تاخد داك الموس من الصاك ديالها وغتبقى تضرب في كيم في عنقها وفي وجهها وفي كاع البلايص. مسكينة غتموت من دوك الطعنات الأولى اللي طعنتها في الرقبة ديالها، وغتقول لهم بلي من مورا ما قتلاتها غادي تبقى جالسة حداها باردة وكتشوف فيها وما كدير حتى شي حركة. شنو اللي غيفيقها من ديك الغيبوبة ديالها؟ غيفيقها الصوت ديال الجدة اللي كانت كتعيط على كيم كيم. فاش غادي تنوض غادي تخرج وغتمشي تشوف شكون هذا اللي كيقلب على كيم، وبطبيعة الحال غتسد هذاك الباب اللي وراها. هنا فين غادي تخرج وغتلاقى مع الجدة وغادي يدور بيناتهم داك الحوار اللي قلت لكم في البداية ديال الفيديو، وملي غادي تعرف بلي كيم راه كاين شي واحد اللي كيقلب عليها وبلي راه خصها تسالي المهمة ديالها في أقرب وقت قبل ما يوصلوا البوليس، حيت كانت عارفة أن الجدة ملي ما غاديش تلقى كيم ضروري غتعيط على البوليس. غتمشي تخلط على كيم في هذيك البلاصة وغتاخد هذاك السكين وغتحاول أنها تقتل راسها.
المهم غتاخد هداك الموس، غتحاول أنها تقطع يديها وغتحاول أنها تضرب العنق ديالها، فمنين غادي تضرب راسها غتكا حدا كام وغتبقى منشورة كتسنى الموت تجيها، ولكن غادي يدخلوا البوليس لديك البلاصة وغيلقاوها باقي حية، ولكن كامل لسوء الحظ غادي يلقاوها ماتت. فمنين غتعترف ليهم بكلشي غادي يتم القبض عليها، ولكن في نفس الوقت واخا اعترفت ليهم وشدوها غادي يمشيو للدار ديالها باش يفتشوا ويشوفوا شنو عندها في ديك الدار. لقاو في الحاسوب ديالها أنها كتقلب بزاف على طريقة القتل، يعني أصلًا السيدة كانت عوالة أنها ترتكب جريمة ديال القتل، ومسكينة كان فاش غادي يقلبوها لقاو فعلًا باللي راها ماتت بسبب هادوك الطعنات، وغادي يلقاو حتى فيها ضرابي في يديها لأنها كانت كتحاول ما أمكن أنها تدافع على راسها، ولكن بما أن كاين واحد البنيتة اللي صغيرة وكتقاوم واحد الهجوم من واحد الإنسان بالغ، فما غاديش بطبيعة الحال ما غاديش تغلبو. وبالنسبة للمعلمة اللي ارتكبت هاد الجريمة كانت سميتها ميونغ بايوان وكان في عمرها 48 عام، لدرجة ما أن هاد الجريمة كانت بشعة بزاف غادي يوليو الناس يديروا مظاهرات باش أن هاد المعلمة تحكم بأقصى العقوبات بسبب هاد الشي اللي دارتو، وبقاو الناس غير متبعين القضية ديالها وكيتسناو بفارغ الصبر إمتى غيتحكم عليها. المهم غينوض واحد الصداع واحد الروينة اللي كبيرة بزاف لدرجة حتى المدرسة براسها الناس كيهاجموها، حيت قالوا ليهم باللي ملي نتوما عارفين عندكم واحد المعلمة واحد الإنسانة اللي مريضة نفسيًا خصكم تفصلوها، لأنها كتشكل خطر على الدراري الصغار وعلى حتى المعلمين وعلى أي واحد في المحيط ديالها. يعني الشعب الكوري كيهاجم في المدرسة وكيهاجم في البوليس والقضاة، المهم كلشي جمعوه في كفة وحدة. ملي غادي يوقع هاد الصداع وهاد البلبلة كاملة غادي ينوض رئيس الوزراء وزير التعليم وغادي يقول ليهم باللي كل عام غادي يديروا واحد الاختبار للاساتذه والمعلمين باش يشوفوا انهم ما كيعانيو من حتى شي مرض نفسي. هذه واحد الحاجه صراحه اللي مزيانه باش انهم يتاكدوا من الصحه النفسيه ديالهم باش ما يكونوش خطر على هذوك الدراري الصغار. المهم هذه القضيه هذه نوضت عندهم واحد الروينه اللي كبيره بزاف لدرجه ان الناس الشغل الشاغل ديالهم في هذيك الفتره هي ديك القضيه. كان هذا هو الفيديو المقترح لليوم، نتمنى إن شاء الله أنه ينال على الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش أنكم تشجعوني بلايك وبشي كومونتير زوين، لأنه فعلا كيعجبني بزاف أني نقرا الكومونتيرات ديالكم، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.